هو ده وقته وهو ده أوانه. تعالي بقى أما أقولك على فكرة مشروع هتكسبك دهب، بجد دهب. يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا قد الدنيا وحلاوتها. بصي يا ست الكل، سمي الله وصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آله وأصحابك أجمعين. ويلا بقى، لو أول مرة بتشوفيني فأنا أختك رشا ودي قناتي. طبعا يسعدني ويشرفني وتاج على راسي من فوق انضمامك لينا من القناة. ولو انتي من اخواتي وحبايبي ومتابعيني، ما تنسيش تدعمي أختك باللايك الجميل ودعوة حلوة كده من قلوبكم إن ربنا يشفيني ويعفي عني، اللهم آمين، أنا وكل مريض يا رب. واللايك الحلو كده والكومنت الجميل اللي زي قلوبكم. صليتوا بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. المشروع ايه يا رشا؟ تعالي بس تعالي. مشروع الفسيخ والسردين لا رنجه، لا ما بعرفش اعملها. مشروع الفسيخ والسردين، والله العظيم يا بنات مشروع حلو جدا ومربح جدا. طيب انا عندي اوردر فسيخ طالع عامه يعني، تمام. فانا بعمل على قد اللي طالع، مش بعمل وركن. اللي هو ايه؟ طيب في ناس بتطلب الفسيخ اللي هو مبطرخ. طب كيلو الفسيخ بكام في السوق؟ ايا كان عندك بكام. بتحسبي فسيخك، بتحسبي ملحك، بتحسبي اكياسك، بتحسبي العده بتاعتك، بتحسبي مياتك، بتحسبي كل حاجه. طيب هو كيلو الفسيخ بيتباع بره بكام؟ ب 400 جنيه، 300 جنيه. انت هتبقي اقل من السوق، بس في نفس الوقت مش هتخسري نفسك. يعني مثلا فرضنا ان هو ب 300 جنيه، لا انا هبيعه ب 250 جنيه، وفسيخ محترم ونضيف. حبايبك بقى انت حرة في التعامل معاهم، ولكن انا بقولك انك انت مثلا لو جبتي الفسيخ بمبلغ، زودي، حطي مصنعيتك وحطي حاجتك عليه، واعملي بالطلب، ما تعمليش وتركني. انا حاولت اجيب سردين بلدي ولكن ما لقيتش، فجبت الفسيخ بياخد وقت اطول من السردين في التمليح. والسردين ما بياخدش اقصى حاجه اسبوع، في الجو اللي احنا فيه ده اسبوع، 10 ايام بالكتير قوي لو انت عايزاه ده يبدو. خلاص، فان شاء الله انزل بس كده السوق الاقيه هجيبه واملحه معاكم، لان في ناس برضو طالبه معايا سردين. بس والله ما لقيتش غير المجمد، وانا ما بشتغلش في المجمد. جبت هنا هوت يا بنات 5 كيلو من البوري. همسكوا بقى، بصي طريقه غسل السمكه ازاي واغسليها. ليه بقى؟ ما تغسليش السمكه راسها فوق عشان ما يدخلش جوه البطن ميه وما تتصفاش كويس، والله اكبر يبوظ. خلاص، فانا كل سنه بعمله لشم النسيم وبعمله للعيد. اللهم لك الحمد، بيطلع الله اكبر زي الفل. فامشي معايا كده في الخطوات دي. بس انا اختلفت المره دي في تمليح الفسيخ. ليه؟ انا كل مره بحشي الراس ملح، بحشيها جامد جدا، فبيطلع الفسيخ معايا فيه نسبه حدوقيه، تمام. فانا بصراحه سالت فسخاني بتاع فسيخ يعني، طيب انا عايزه املح في البيت، املحه ازاي؟ فقال لي على الطريقه اللي انت هتشوفيها دي. قال لي امشي كده واعملي كده، واهم حاجه في تمليح الفسيخ تخرجي الهواء من الكيس او من العلبه اللي هتعملي فيها. وطبعا الافضل ان انت تلبسي العلبه بتاعه الفسيخ كيس واتنين، بحيث تحتفظي بيه من غير هواء، وتخرجي الهواء كويس جدا، لان ده غلط جدا جدا على الفسيخ. تمام، هتعدي اسبوع وهتمسكي لو انت حطاه في علبه هتفتحي عليه وهتقلبيه، ولكن هتخلي بالك من الهواء. فانا بقول لك ليه افضل كيس، علشان خاطر ما تفتحيش عليه يدخل له هواء. لكن الكيس هتفتحي العلبه بتاعتك وتقلبي الكيس على الناحيه التانية، ترجي الكيس كده وتقلبيه. انا اللي عايزاكي تدلكي السمكيه زي ما كنا بنعمل، لان انا اكتشفت ان تدليك السمكيه احيانا بينشفها، بيخلي اللحمه بتاعتها كده ناشفه. طيب احنا المرة دي هنعمل على طريقة الفسخاني اللي قال لي عليها، وهنشوف النتيجة ان شاء الله خير، وان شاء الله يطلع زي الفل. بس هنشوف النتيجة بعد كده. طيب بصي انا بغسل السمكة ازاي، راسها تحت بحيث ان ما يدخلش فيها مية، تمام. وعايزاكي تحطي السمكة على راسها. يعني ايه على راسها؟ زي ما انت شايفة كده، راسها تحت بحيث ان المية والدم يتصفوا من السمكة كويس جدا. جبتي السمك الصبح يبقى هتملحيه بالليل. خلاص، جبتي السمك بالليل يبقى هتملحيه الصبح. عايزاكي تسيبي السمكة وتغطيه وتسيبيه بالمنظر ده يتصفى
علشان خاطر عايزه السمكه تتنفخ معاكي. اول ما تلاقي السمكه ناشفه ما فيهاش ميه وما اتنفخت معاكي تبداي تملحي حاجتك. تمام. بصراحه انا الفسخاني قال لي اغسلي وملحي، في ناس قالت لي اغسلي وملحي وناس قالت لي لا سيبيه ينشف. فانا دايما بسيبه ينشف، بسيبه ما يبقاش فيه ميه. فانا خفت ان انا اغسل واملح لا قدر الله يجرى له حاجه. فقلت يا بنت خليكي ماشيه على نص الطريقه بتاعتك، اللي هو انت تغسلي وتسيبيه ينشف. هنا كنا تاني يوم الصبح، كنا بالليل لان انا جبته الصبح، غسلته ونشفت وسبته ينشف زي ما انت شايفه كده، وغطيته عشان ما يجيش عليها موشه ولا دبانه ولا الكلام ده كله تفسد لك الفسيخه. هلبس جوانتي عشان ايدي مفتحه حرفيا، فلو حطيت ايدي في الملح والشطه يبقى هرقع 100 صوت. بس صليتوا بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. حطيتي لايك والكومنت الحلو اللي زي قلوبكم. يلا بينا نخش على الكلام الحلو. حلو الكلام حلو الكلام. هنبدأ بقى نلبس الجوانتي بتاعنا كده، ونبدأ بقى نجيب. انا جايبه يا بنات ايه، جايبه 2 كيلو من الملح. روحي للعطار قول له عايزه ملح خشن، ملح خشن بتاع التمليح بتاع الفسيخ والريق والسردين. مش عارفه الرنجه طالبه معايا ليه كده، والله عايزه اكل رنجه. في بكره بقى ان شاء الله لما انزل السوق اجيب رنجه. انا مش نازله السوق بس هروح اجيب رنجه. انا اليومين دول اليومين دول مش بنزل اجيب خضار واركنه يا بنات، علشان انا بنقل وهيبقى الموضوع صعب يعني. فالمهم خلينا في الفسخاني بتاعنا. جبت ب5 جنيه شطه ناعمه، ومش عايزه احط كركم، مش عايزه اغير لونه يعني، انا عايزاه على طبيعته. فحطيت اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ب2 كيلو من الملح. بكام الملح؟ الكيلو ب10 جنيه. جبت 2 كيلو ب20 جنيه، وجبت ب5 جنيه شطه ناعمه. بس كده تمام. هقلبهم كويس كده زي ما انتي شايفه في بعض. الشطه فظيعه بصراحه. وهبدأ بقى اعمل ايه بعد ما ادخلهم كده في بعضهم. هجيب الجردل دوت، انا جايباه من محل بتاع جبنه، من سوبر ماركت يعني بيبيع جبن. إيه، اخدته منه والله. هو ما اخدش مني فلوس، هو اداهولي كده يعني، كتر الف خير. جبت بقى كيستين كبار كده، هلبسهم للجردل بتاعي او للعلبه بتاعتي ايا كانت انتي بتعملي في ايه. وهبدأ بقى كده. بصوا انا مش عارفه افتح عشان الجوانتي اللي انا لابساه. هلبسهم كده للعلبة وهبدأ بقى اشتغل. سمي الله. وعايزاكي دايما كده وانتي بتشتغلي تسمي الله. سمي الله، حوكلي، صلي على الرسول، شوفي البركة في حاجتك عاملة ازاي. والله ما هو كلام، والله ده فعل. طول ما انتي واقفة على حاجتك، بتعملي اكل، بتعملي اوردرات، بتعملي ايا كان، سمي الله. صلي دايما على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. حوكلي، هتلاقي البركة في حاجتك، هتلاقي البركة في حاجتك. هلبسك كيستين زي ما انت شايفة كده. وهبدأ بقى احط رق ملح من تحت. بصي انا عاملة ايه، حطيت ملح. وهبدأ ارص فسيخ، هرص السمكة بتاعتي بقى كده، واحدة يمين وواحدة شمال، واحدة يمين وواحدة شمال، يعني الراس في الديل والراس في الديل الناحية التانية. خلاص. وبعد كده هبدأ ارش رق ملح تاني. والملح يا بنات ده مش بيحدق قوي يعني، هيطلع لك ان شاء الله الفسيخه بتاعتك مظبوط ملحها. تمام. هنا بقى واحده يمين وواحده شمال. وابدا برضو ادي رق من الملح زي ما انت شايفه كده. واحط شويه زيت في النص كده، وكتري الزيت يعني، انا حطيت تقريبا كوبايه من الزيت. وابدا بقى ارجع ارص تاني زي ما انت شايفه كده. هعدل السمكيه دي دلوقتي. وابدا نفس القصه كده. هو عايزاه حادق عن كده زودي ملح. يعني مثلا انا جايبه 5 كيلو عليهم 2 كيلو من الملح، و5 جنيه شطه. لو انت حابه ان هو يبقى مالح عن كده، تقدري حضرتك تزودي كمان كيلو ملح. طيب انا هعمل فيه ايه؟ انا هملحه وهركنه حوالي 15 يوم، وابدا افتح عليه بعد 15 يوم اشوفه. لو هو استوى يبقى هبدا اوزع اوردراتي. لو لسه، انا طبعا هفتح بعد اسبوع اقلبه على الناحيه التانية،
وارجه كده علشان خاطر الميه بتاعته تطريه. طيب وبعد كده يا بنات هبدأ ان انا اشوف بعد 15 يوم استوى بقى زي الفل وزي الزبدة كده. هبدأ اطلع اوردرات، اللي عايزه مخلي هخليه واعبيهوله في برطمان وابعتهوله، اللي عايزه كده هبعتهوله كده. خلاص. هنا بقى هحط بقيه الزيت على الوش كده وابدا اقفل زي ما انت شايفه. خلي بالك من الهواء، فرغي منه الهواء كويس جدا، وهنركنه وهنفتح عليه ان شاء الله مع بعض بعد 15 يوم ونشوف النتيجه ايه. دوت كان انا حبيت ان انا اعمله لكم في فيديو لوحده بحيث انك انت ما تتشتتيش في حاجه تانية. لو هتعمليه هتحطي الفيديو قدامك وتبداي تشتغلي. خلاص. احسبي ميزانيتك واعملي. بصي انا هقلبه كده اهو. تمام. وهبدأ بقى يا بنات اضغط كده اخرج الهواء واربطه كويس جدا واقفل عليه وما افتحش عندك حاجة تقيلة. حطيها عليه من جوه وسيبيه، وما تفتحيش عليه غير بعد اسبوع. واوعي تفتحي الكيس، هتقلبيها وهي مقفولة كده وتبدأي تخرجي برضو الهواء من العلبة وبتضغطي عليها وبعد كده تقفليها وتركنيها. وبعد 15 يوم نبدأ نفتح الكيس ونشوف النتيجة ايه. وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد. متنسيش تحطي لي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.